حبايب قلبي جايه لكم ان شاء الله النهارده بافكار جميله جدا، افكار عبقريه وحصريه، حاجات هتسهل عليكي جدا تنظيم الدواليب والادراج والظرف. النهارده ان شاء الله هتطلعي معايا من الفيديو مستفيده، يعني مستفيده، وهتدعي لي كده دعوه من قلبك. ربنا يصلح حالكم وحالي يا رب العالمين، ويبارك لكم في اولادكم وازواجكم. ربنا اتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما تنسيش طبعا زي كل فيديوهاتنا الحلوة في مملكة أم مازن نثقل ميزان حسناتي وحسناتك ونقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بصوا يا بنات، فكرة المنظم دي حلوة قوي، قلت برضه اقول لكم عليها. ده منظم اكسسوارات، بيبقى خاناته صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، بحيث مثلا هتعملي خانة الأساور، خانة للتوك، خانة مثلا تحطي فيها عقد عشان ما يتشابكش مثلا مع الأساور بتاعتك أو الحاجات الإكسسوارات التانية. يعني ده عقد أنا مخليه كده في خانة لوحده. دي مثلا توك للشعر أو زي بينس كده. دي الخواتم، والخواتم هقول لكم دلوقتي على فكرة ليها حلوة جدا. دي طبعا الأساور اللي هي بتبقى معمولة من الخرز وكده، برضو بتبقى اكسسوار حلوة قوي. مثلا لو لابسه طقم فيه احمر ممكن استخدم دي، مثلا طقم مثلا فيه اخضر او زيتي بستخدم دي، وهكذا. فبتبقى بصراحه اشكالها حلوه، يعني اكسسوار كده حلو. كمان الخواتم قلت هوريكم دلوقتي. الخواتم بقى اللي انا بستخدمها على طول، قلت فكره حلوه قوي. بصوا يا بنات، معايا العلبه دي كانت بتاعه ساعه، طبعا معظمنا بيكون عندنا حاجات زي كده في البيت. فانا بصراحه الحاجات دي بحتفظ بيها، بستخسر جدا ان انا ارميها يعني. ولقيت لها دلوقتي استخدام تحفة. هستخدم ده كمنظم للخواتم. بصوا هتشوفوا معايا دلوقتي هعمل ايه. تعملي كده فتحات في الاسفنجة بتاعتك. بصوا، بالمقص بالسكينة، حاجة متوفرة عندك. بسم الله. وعلى حسب بقى طبعا مساحة الاسفنجة بتاعتك، يعني كل ما الاسفنجة بتاعتك تبقى مساحتها اكبر شوية، ده هيساعدك انها تقدري تحطي خواتم اكتر. فاهميني الفكرة؟ متنسوش بقى طبعا تثقلوا ميزان حسناتي وحسناتكم، ونقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هي بس محتاج ان انا اعمل لها عمق شوية الفتحة، عشان الخواتم ما تبقاش سهل ان هي ايه تقع يعني. بسم الله. تمام. تحاولي تظبطي بقى كده الفتحات بتاعتك، وتحطي بقى الخواتم اللي انت ايه بتحبي تلبسيها. طبعا زي ما شايفين كده رصيت الخواتم على قد ما السفنجة خدت معايا، ولكن الخاتم ده يا بنات كان يعني مليان كده شوية، عريض. بصوا عريض كده شوية في المساحة بتاعته، فطبعا ما دخلش في الفتحات دي بسهولة، فقلت خلاص هحطه كده في العلبة من الجنب، وبرضه هيبقى ظاهر زيه زي بقية الخواتم الرسمة بتاعته. واقفل بقى عليهم كده بالعلبة عشان ايه ما يتطربوش، ويحافظ لي على الخواتم. فميزة العلبة دي، لو عندك زي كده علبة ساعة او اي علبة شفافة، واي سفنجة برضو متوفرة عندك في البيت، حتى لو سفنجة يعني اللي هي سبونشة المواعين دي، ممكن تجيبي واحدة جديدة وتقطعي فيها كده زي ما شفتوا وتعمليها منظم للخواتم. هتيجي بعد كده بقى ترصيها بقى عندك في الدرج بتاع التسريحة. انا هنا المساحة عندي ما شاء الله الدرج بيبقى كبير، درج التسريحة عندي ما شاء الله مساحتها كبيرة، فقدرت في نفس الدرج ان انا ارص الشنط بتاعتي، شنط الخروج او اي شنط. يعني انا عاملة درج كده للشنط، وضفت معاه اللي هو منظم الاكسسوار ومنظم الخواتم ده. قلت كده بحيث برضو يبقى بعيد شوية عن ايد الولاد. طبعا هنا انا رصيت الدرج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله مساحة الدرج معايا كبيرة. ده درج التسريحة على فكرة. ما شاء الله عندي التسريحة فيها 4 أدراج، فأنا مقسماهم درج للشنط، شنط الخروج، وضفت زي ما انتم شايفين كده منظمات الإكسسوار بتاعتي. وفي درج للطرح هوريكم برضو تنظيمته. وهنا بقى معانا فكرة تانية، زي ما قلت لك النهارده هتطلع ان شاء الله بكمية افكار حلوة جدا وعملية جدا.
دبابيس الطرح طبعا وأزمة الدبابيس اللي دايما كلنا بنعاني منها في بيوتنا. هاتي كده زي ما انتوا شايفين كده اي لعبة صغيرة كده اسفنجية كده شوية، عاملة زي فكرة زي المخدة كده، هي مش مخدة، هي لعبة بس لعبة اسفنجية طرية كده، وابدأي انك انتي حطي فيها الدبابيس بتاعتك، هتحافظ لك على الدبابيس كلها، وفي نفس الوقت هتشيليها عندك بقى في درج الطرح او على التسريحة زي ما تحبي، وتستخدمي منها دبابيس بدون ما تضيع معاكي. طيب ندخل على بقى دولاب الأطفال. وطبعا انتوا شفتوا دلوقتي في مقطع قبل ما استخدم المنظمات وبعد ما استخدمتها، فرق كبير، فرق كبير في النظام والترتيب، وان الأطفال تحافظ على الترتيب بتاعك. مش هتضطري انك كل شوية تنظمي اللبس لو اتبعتي معايا الاسلوب ده. استخدموا اللي هي المنظمات دي يا بنات، منظمات البلاستيك، اي علب عندك كده، او اللي هي منظمات معروفة جدا في المحلات باسم منظمات التلاجة. هاتيها منظمات كده بلاستيكية، وقسمي فيها البناطيل لوحدها، التيشيرتات لوحدها، الهدوم الداخلية لوحدها، او حتى لو صناديق كرتون عندك من مشتريات تشتريسيها. الحاجات دي كلها انا بعيد استخدامها، وممكن تزينيها وبتطلع منظمات تحفة بجد. انتوا شايفين المقاطع بنفسكم، تحفة جدا للأدراج وللدواليب، وخاصة كمان مع الأطفال أو مع يعني أحجام اللبس اللي بيكون مش كبير زي كده. عملنا منظم كده حلو قوي من إزازة المية البلاستيكية الشفافة، عملنا منظم حلو قوي لبندانات الطرح اللي هي بيكون حجمها صغير، واقدر ان انا اشوف برضو اللون البندانة اللي انا عاوزاها. شاركت معاكم افكار كتير، هسيبها لكم، هسيب لكم الفيديوهات في شاشات النهاية. شفنا مع بعض تنظيم درج المذاكرة، الكتب الخارجية نظمناها ازاي. وهنا طبعا انا قلت لكم اني عملت حيلة كده، اضطريت بصراحة ان انا اعملها، اضيف الالوان والادوات المدرسية بتاعتنا اللي متبقية معانا من السنين اللي فاتت. ضفتها فين؟ ضفتها في درج المطبخ عندي. يعني هي الفكرة نتيجة المساحة طبعا هي اللي حكمتني. فدرج المطبخ عندي اللي انا بحط فيه بقى زي ما انتم شايفين كده اطباق بلاستيكية صغيرة، مغارف، المقاور، الكلام ده كله. ضفت معاها برضو كم منظم كده للالوان بتاعتنا اللي الولاد ساعات بيستخدموها في البيت، او مثلا زي كده مثلا براية زيادة، استيكة زيادة، لان درج المذاكرة عندي زي ما شفتوا في الفيديو بتاعه مش مساحته مش كبيرة، يا دوبك مقضي الكتب بس والحاجات اللي هي المهمة للمذاكرة. هسيبه لكم ان شاء الله في شاشات النهاية. فاضطريت طبعا ان انا استخدم المساحة برضو عندي في الدرج ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش بقى بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.